انا اول مره اقول كده، بس بجد انسوا اي وصفه كنتاكي جربتوها قبل كده حتى لو كانت وصفتي، وتعالوا معايا يا جماعه هنعمل مع بعض احلى فراخ كنتاكي مقرمشه. انتوا شايفينها قدامكم عامله ازاي؟ خطيره، مستويه ودايبه من جوه، ما فيهاش نقطه دم حتى في العظم في اللحم. الفراخ فله من جوه والتتبيله خطيره ومقرمشه وتجنن، وزي ما الفراخ ما فيهاش غلطه، فعايزه اقول لك الكولسلو طالعه مظبوطه على الشعره، مقرمشه وفريش وكريميه وتجنن. بس قبل اي حاجه اعملي كوبايه النسكافيه علشان تعدلك مزاجك كده، وتعالي معايا على المطبخ. هجيب علبه كبيره علشان بتدخل التلاجة ويكون ليها غطا، احط فيها بقى كوبايه لبن واحط عليها كوبايتين زبادي، 4 أو 5 معالق مايونيز، 5 معالق خل كبيره، واحط عليهم عصير 2 ليمون، ولازم الاتنين مش حد منهم. خلاص اتفقنا؟ متفقين. ندخل بقى على السكر. هحط هنا 4 معالق سكر، وهقلب كل الخليط اللي عندي ده كويس جدا، واحط له بقى رشه ملح، رشه فلفل اسود، واروح بقى على الكرنبايه بتاعتي احاول ان انا اقطعها رفيع خالص. ليه؟ علشان تشرب التتبيله. المقادير دي كانت لكرنبايه كامله. نيجي بقى للجزر. الجزر هنا بيكون نسبته قليله طبعا، مش زي خالص الكرنب. انا هنا بشرت جزرتين، ودي النسبه اللي انا عايزاها للكرنب. هروح بقى اعينها في التلاجة، وتعالى اقول لكم بقى الفراخ دي بقالها 6 ساعات في التتبيله دي. التتبيله دي عباره عن ايه؟ عباره عن كوبايه لبن، وده السر اللي عايزه اقوله لكم. اللبن ثم اللبن ثم اللبن هو سر من اسرار الوصفه دي. بنقع عندي هنا الفراخ في كوبايه لبن وميه، وبالظبط 3 معالق كبيره ملح، معلقتين سكر، وفلفل اسود حصى او عادي، وبحط كمان اعصر الليمون واروح راميه الليمون فيها، واحط عليها كمان ربع كوبايه خل ولوري. اي بقى حاجات عندك عايزه تحطيها، زعتر، روزماري، حطي. عندك مثلا شرايح برتقان، حطي. الحاجات دي كلها بتنكهها. بس كده. هنا بعد 6 ساعات خرجتها وشلتها زي ما انتم شايفين كده من الخليط ده، وحطيتها في علبه تانية. تعالوا بقى نعمل البهارات بتاعتنا. اول حاجه كده معلقه كبيره من بهارات البطاطس، او معلقه كبيره من بهارات الدجاج الفوريه، او مكعب من مرقه، ونروح طحنينهم كويس جدا وحاطينهم، وحاطين عليهم بقى ايه، نص معلقه كبيره من بهارات الكاري، نص معلقه كبيره من التوم بالباودر، ربع معلقه صغيره من بصل باودر، توم باودر باكتر من بصل باودر، ونص معلقه كبيره من جنزبيل الباودر، وكمان نص معلقه كبيره عندنا هنا من البابريكا، ونص معلقه كبيره من الفلفل الاسود، ونص معلقه كمان من الزعتر الجاف، وذره حبهان مطحون. بقلب كل ده كويس جدا، وبنزل على الفراخ معلقتين معلقتين، واقلب كويس قوي، واحط تاني معلقتين معلقتين، واقلب كويس جدا. بحط نص الكميه على الفراخ من غير اي اضافات تانية، وبعدين بقى بحط 3 معالق نشا على الفراخ، واقلبهم برده كويس قوي، وارجع احط تاني عليهم بقى كوبايه لبن. وبعدين انا قلت لكم يا جماعه السر هنا عندي في الوصفه دي هي اللبن. لازم اقلب الفراخ كويس قوي بعد كل حاجه احطها، وبعدين احط معلقتين كاتشب ومعلقتين مستردة وكوبايه لبن، وارجع احط عندي هنا كمان ربع كوبايه خل، واحط بقيه البهارات. يبقى انا حطيت البهارات كلها مره على الجاف ومره لما حطيت السوائل. هسيب بقى الفراخ دي كلها مش اقل من 2 ساعتين تاني في التتبيله اللي احنا عملناها. وبعدين اخر حاجه بقى هنعملها، هنجيب بوله نحط فيها ايه، دقيق، كيسين فيجيتار حار، وبعدين بوله فيها ميه ساقعه تلج. اوكي، هاخد بقى عندي الفراخ من الخليط ده وانزلها الاول في التغطيه الاولى اللي هي دقيق وفيجيتار، واقلب اقلب اقلب كتير كتير كتير، ماشي. وبعدين احطها في الميه ساقعه التلج، بس كده 1 2 3، واروح رافعاها ومنزلها تاني في التغطيه دي. بصوا يا جماعه ثنايات اللي فيها، بصوا الحلاوه. عايزه اقول لكم هتاخدوا احلى فراخ مقرمشه وتجنن. انتوا شايفين الثنايات اللي معموله فيها من قبل حتى ما تنزل الزيت، بصوا عامله ازاي، خطيره. هروح بقى عندي هنا على زيت، اختبره، لا تمام كده، مش وج، لا يكون سخن بس مش بيحرق. خلاص. طيب التسويه بقى، كتير بتجيني اسئله على التسويه. التسويه يا جماعه سيبوا الفراخ تستوي براحتها. الفراخ طالما متبله صح، موجوده في المحلول النقع اللي هو فيه لبن وميه صح، يعني هي واخده طراوه، انسوا انها تتحرق منكم، انسوا انها تنشف منكم، هتطلع مظبوطه معاكم على الشعرايه. بصوا هتاخد يعني تلت ساعه
تلت ساعه. بنغطيها؟ لا، ما بنغطيهاش ابدا. النار بتكون متوسطه، مش عاليه ولا هاديه، ما تهدوش النار، هتشرب معاكم زيت، ما تهدوش النار. بصوا طالعه عامله ازاي، ايه الحلاوه دي. تعالوا نتسلى فيها كده يا جماعه شويه لحد ما نقلي الباقي. ايه الحلاوه دي. بصوا فله من جوه ازاي ومستويه، ما بقلبهاش من غير ما الاقي اللي تحت اخدت طبقه يعني خلاص مقرمشه. وبعدين لازم يكون الزيت جديد، فله ما يكونش استخدم قبل كده. خلاص بصوا بقى بتطلع، بحطها على مصفى. ليه؟ علشان ما تطراش لو حطيتها على مناديل، لحد ما اخلص عندي هنا الكميه، لانها طبعا بتاخد وقت، لان كل طاسه بحط فيها مش اكتر من 3 قطع. ليه؟ علشان ما تقللش درجه حراره الزيت وتستوي براحتها. بصوا عامله ازاي القرمشه، مش اقل من تلت ساعه في الزيت. انا بقول لكم اهو. خلاص الزيت يكون درجة حرارة متوسطة، مش عالية قوي قوي ومش هادية ابدا. بس كده نقدم بقى الكول سلو، نشوف الفراخ بتاعتنا الخطيرة، ناكلها بقى بكاتشب، ناكلها بمايونيز. طبعا الكول سلو يعني بدل ما كل واحد بيروح ياخد علبة فيها معلقتين، لا احنا غارفين طبق عملاق. لا هتتبسطوا قوي من التركيبة، من الفراخ، من قرمشتها، منها مش شاربة زيت، منها مستوية حلوة قوي. انا مش عايزة اي حاجة غير ان تجربوها وتدعوا لي وترجعوا تقولوا لي والله برافو عليك يا فيفا، دي احلى كنتاكي عملناها في البيت واكلناها في حياتنا. وبس كده.